ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. بما اننا في رمضان كل سنه وانتم طيبين، بنحب ندخل الكنافه في كل الحلويات بتاعتنا، وبنحب نعمل افكار جديده في الكنافه. النهارده هنعمل كنافه ليالي لبنان، حلوه ولذيذه جدا، وممكن تقولي عليها انها من الحلويات الفخمه كده. استخدمت ربع كيلو كنافه، طبعا طالع من الفريزر. هتطحنيه بايدك كده او تحطيه في الكبه. هنطحنه طحن ناعم، بعد كده نبدا نحمره. قدامك طريقتين: يا هتحطيه في طاسه على النار، يا هتحطيه في صينيه وتدخليه الفرن. في الحالتين هتحطي عليه معلقتين سمنة، وهتقلبيه كل شوية، تفتحي الفرن كل شوية وتقلبيه، أو لو على البوتاجاز كده هتقلبيه باستمرار، والنار تكون متوسطة لحد ما ناخد لون ذهبي فاتح. هنسقيه بثلاث معالق شربات، ما تكتريش عن كده، ونزليه من الطاسة اللي هو فيها علشان السخونة بتاعة الطاسة ما تكملش السوا بتاع الكنافة وتغمق لونها. خدناه في طبق كده بره، وهنبدأ بقى نعمل ليالي لبنان. من أول هنا ليالي لبنان بقى، ده الصنف ده ممكن تعمليه لوحده من غير الكنافة. صينية تشيز كيك مقاس 26، حطيت فيها ورقة زبدة من تحت، والجناب دهنتها بالفرشة كده بالشربات، وحطيت فستق مكسر. بعد كده حطيت كمية الكنافة كلها اللي هو ربع كيلو كله، تضغطي عليه كويس قوي، تثبتيه تحت كده، وتدخليه التلاجة لحد ما نبدأ نعمل ليالي لبنان. أنا عملت 3 كوبايات لبن، حطيت عليهم 3 معالق سكر، والسكر دايما اختياري، تحبي تزودي أو تقللي عن كده براحتك. وحطيت 3/4 كوباية سميد بسبوسة ناعم، يعني كل كوباية لبن ليها ربع كوباية سميد بسبوسة. يعني هنشي النهاردة بسميد البسبوسة بدل النشا أو الدقيق. هياخد القوام ده كده، هتسيبيه برضو دقيقتين كده لحد ما يعمل بابلز كده عشان يكون استوى كويس. وهنضيف الفانيليا أو مية ورد أو مية زهر، بس أنا بفضل الفانيليا. كده عملنا الطبقة الأولانية من ليالي لبنان. هنحطها بقى على البسبوسة وهي سخنة كده، هناخدها نحطها على صينية سوري الكنافة. هننزلها بالشكل ده، وبعد كده هنعمل الطبقة الأخيرة اللي هي تعتبر الطبقة التانية لحلو ليالي لبنان. نص كوباية كريم شانتيه، عليها نص كوباية لبن ساقعة قوي، وهنضربهم بالمضرب كويس. انا دايما بمسك المضرب وهو لسه مقفول، اقلب بيه كده تقلبتين علشان ايه البودر بتاع الكريمه ما يطرش في وشنا. قلبي كده بالمضرب وهو مقفول، وبعد كده شغليه. هتشغلي بقى المضرب على سرعه هاديه، وبعدين هتعلي السرعه لحد ما نوصل للقوام اللي هو لما بترفعي المضرب كده بيديكي المنقار. آخر إضافة للكريم شانتيه بقى معلقتين قشطة كبار شوية، أنا حطيت قشطة وش اللبن زي ما انت شايفة كده. حطي أي نوع قشطة، علب أو وش اللبن اللي موجود عندك حطيه. حطيت القشطة وضربتها بالشكل ده كده خلاص. كانت بقى الكريمة بتاعت ليالي لبنان دي بردت خالص، وهبدأ بقى زين بالشكل ده. حطيتها في كيس حلواني وقمع وزينت بالشكل ده. ممكن تحطيها عادي وتسويها كده بأي حاجة، أو ممكن تعملي الشكل ده، أنا حسيت إن ده هيبقى أحلى بكتير. بعد بقى الخطوة دي هتحطيها في التلاجة شوية تتماسك، وبعدين هنفتح بقى الصينية ونطلعها. الحروف بقى كده هبدأ أكمل تزيينها بالكريم شانتيه زي ما انت شايفة الشكل ده كده. شايفة بقى جناب الصينية شكل الفستق حلو قوي عليها. كملت بقى التزيين كده الجناب بالكريم شانتيه، وبعدين رشيت رشة فستق مكسر كده على الوش، وده طبعا اختياري، رشي أي حاجة موجودة عندك، فول سوداني أو أي حاجة، أو لو تحبي تسيبيها سادة كده. وبعدين حطيت الورد المجفف، بيدي ضي جميل ولون حلو قوي للحلويات. وهو رخيص أوي، بيبقى موجود عند العطار، شايفة لونه جميل إزاي، موجود عند المحلات العطارة. رخيص جدًا، هاتي منه كمية وخلّيه دايمًا عندِك لتزيين الحلويات. شايفة بقى الخرطة من جوّه جميلة إزاي ومتماسكة، وهو باقول لِك من الحلويات الفخمة كده، طعمها لذيذ أوي وشكلها حلو أوي، ولازم تجربوها. ولو عجبتِك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.